السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير أو مساء الخير، تحياتي لكم أينما كنتم. نبدأ حكايتنا بالصلاة والسلام على سيدنا محمد. قبل ما نبدأ حكايتنا يا ريت حضراتكم تتفرجوا على القصة للآخر عشان تساعدوني في التعليقات وتقولوا لي رأيكم في القصة ايه، ويا ريت تفعلوا الجرس وتعلقوا وتعملوا لايك على القصة وتشيروا القصة عشان توصل لأكبر عدد من الناس. قصة النهاردة عن بنوتة بتقول: أنا مخطوبة مقري فتحتي، كنت قاعدة أنا وخطيبي بنتغدى برا، فلقيته بيقول لي أنا هديك مبلغ ما تعملي بيه خطوبة، يعني يكفيكي كام؟ أنا طبعا معرفش يكفيني كام. لقيته بيقول لي أنا هديكي 80,000 جنيه تجيبي الشبكة، تجيبي لوازم الفرح كلها، تحجزي الكوافير، الفستان، الميك اب، أي حاجة تخص الخطوبة تبقى تحجزيها من ال80,000 جنيه. ما تجيش تسأليني على جنيه واحد تاني ولا على أي فلوس غير لما تدخلي بيتي، يعني واحنا متجوزين اللي تسأليني على أي فلوس. حتى هدايا عيد ميلادك، أي هدايا انت عايزاها تجيبيها من الفلوس دي، ما تسألينيش على جنيه تاني بره الفلوس دي غير لما تدخلي بيتي، وقتها ابقي اسأليني أو قوليلي ان انت عايزة كذا. غير كده ما تسألنيش على أي فلوس. بصراحة انصدمت ومبقتش عارفة أرد عليه، لاني ساكته. قال لي هي الفلوس دي مش هتكفيكي؟ طبعا انا ما اعرفش تكفيني ولا ما تكفينيش، انا ولا اتخطبت قبل كده ولا اعرف الفلوس دي كام ولا تكفيك قد ايه. هو مفكر ال80,000 جنيه دول يعني واو حاجه كبيره قوي هيكفوا ويزيدوا، ده انا كمان هشتري منهم شبكتي. المهم روحت وما اديتش اهميه للموضوع. لقيته جاي تاني يوم بيكلمني، قلت له ما بقتش عارفه اجيب الموضوع لاهلي ازاي، ما بقتش عارفه اتكلم معاهم واقول لهم ايه. انا مش عارفه امهد لاهلي ولا اسيب لما يديني الفلوس واحطهم قدام الامر الواقع، ولا اعمل ايه. انا عندي 19 سنه، مش عارفه اتصرف في الموضوع. مش عارفه اخد منه فلوس واديها لبابا ولا اعمل ايه بالظبط. انا مش عارفه اتصرف. هل انا صح اللي انا هعمله ده ان انا اخد منه فلوس واديها لابويا، ولا هو المفروض ان ياخد الفلوس ويديها لبابا، ولا هو المفروض ان هو اللي يروح يشتري الشبكة ويشتري الحاجات دي ويدفع الفلوس؟ هي الفلوس فعلا ال80,000 جنيه دول هيكفوا ولا قليلين ولا ايه بالظبط؟ انا مش عارفة اتصرف ازاي. اولا هو مش راجل، هو مش قد المسؤولية، هو مش قادر يتحط في مواجهة مع اهلك. هو المفروض قعد واتكلم مع الرجالة، يبقى الاتفاق مع الرجالة مش معاكي انت تقولي له انا بره الموضوع ده، انا ماليش فيه. انت اللي رحت تتصرف واتكلمت مع الرجالة، يبقى الاتفاق مع الرجالة وتروح تقول لهم انا هديكوا واحد اتنين تلاتة وهجيب كذا، لكن انا ما تدخلنيش في موضوع الفلوس. في ناس كبيرة، في بابا، في اخويا، شوفي مين اللي كان موجود وقولي له هو اللي بيتصرف في موضوع الفلوس. انا ماليش بموضوع الفلوس وماليش ان انا اتدخل فيها، خليك منك ليهم، انا مش هقدر اتصرف في الموضوع ده. طلعي نفسك انت بره الموضوع نهائيا. و80,000 جنيه ايه اللي يجيبوا دلوقتي؟ شبكة وتجهيزات فرح وخطوبة وهدايا وكلام من ده كتير. هما دول يا دوبك يجيبوا لك خاتم ودبلة ومحبس، او خاتم ومحبس، يعني يا دوبك ما يجيبوش حتى الذهب، يعني ما يكملوش باقي لوازم الفرح. حطك عليه المفروض تقولي له يا ابن الحلال، المفروض اتفاقاتك تبقى في الحاجات المادية دي تبقى مع بابا او اخويا الكبير. شوفي مين اني، يعني لو باباك عايش اديله الصحة، يعني يبقى الاتفاق الفلوس والحاجات دي تبقى مع الرجاله مش مع حريم. انا ما يخصنيش الموضوع ده. انت تروح تتفق زي ما اتفقت على الخطوبه، تروح تتفق مع بابا او مع اخويا على موضوع الفلوس والحاجات دي، انا ماليش فيها. اما هو مش راجل ومش قادر يواجه ابوكي او يواجه رجاله العيله يعني في موضوع الفلوس، ما كانش دخل البيت من بابه وقعد اتفق مع رجاله على موضوع الجواز اصلا. هو كده مش قادر يواجههم، مش قادر يقول لهم دي امكانياتي، مش قادر يقول لهم هم دول اللي معايا انا همشي على قدهم. هو مش فيه اتفاق من الاول ان انت الشبكه هتبقى بقد كده، ان انت هتبقى ملتزم بكده. في اتفاقات بتبقى مع الرجاله انت مالكيش دعوه بيها. في حاجات مع الكبار قولوا له دي الامور دي كلها بتبقى متفق مع بابا وماما، هم الكبار هم اللي يتصرفوا، انا ماليش دعوه بالحاجات دي. انا عليا ان انا اروح انقي واقول لك انا عايزه كده على قد امكانياتك وخلاص على كده. لكن اي حاجه تتكلم فيها في المواضيع دي تبقى مع بابا، تبقى مع حد كبير، تبقى مع اخويا، تبقى مع ماما، منك ليهم. الكلام ده بيبقى مع العيله، مع الناس الكبيره، مش معانا احنا الصغيرين.
انت دخلت البيت من بابه وانت راجل قد المسؤوليه ومفروض ان انت هتشيل مسؤوليه بيت، تبقى فاهم ان التعامل مع الرجاله مامتك وباباك يروحوا او انت تروح تتكلم بالنيابه عنهم او تتكلم بالنيابه عن نفسك، انا معايا قد كده، هم دول اللي همشي عليهم. مش تصدرها هي تبقى منها مواجهه منها لابوها وامها. لما انت مش قد المسؤوليه وقد الجواز يبقى ما كانش منه من الاساس اصلا. وكل واحد بيمشي على قده. انت امكانياتك دي قول لهم روح اتفق كراجل مع ابوها، انا راجل، انا امكانياتي كذا، انا هقدر اجيب على قد كذا. خليك راجل في المواجهة وان انت تقدر تتكلم معاهم. لازم يبقى راجل ولازم يبقى قد المواجهة، ولازم ان هو اللي يروح يتكلم في مواضيع الفلوس او الاتفاقات مع اهلك مش اهله كمان. يعني المفروض هو كراجل ان هو يتواجه وان هو يتعامل منه كراجل. خلاص ده هيبقى داخل على قد مسؤولية بيت، ان هو يبقى راجل متحكم او راجل فيه ذو تصرف وحكمة في امور حياته، لان هو هيبقى مسؤول عن بيت وعيلة وهيتصرف في كل حاجة هو اللي مسؤول عنها. فانت من الواضح ان هو راجل بتاع حسابات، بيحسب كل حاجة بالجنيه ومليم، وهيفضل طول حياته على كده. لازم تحطي دي في دماغك ان هو بيحسبها بالسحتوت زي ما بيقولوا. راجل بقى حسابي قوي، يعني راجل نظامي قوي، بيبقى حب كل حاجة بنظام وكل حاجة بحساب. الجنيه ده رايح فين، الجنيه ده جاي منين. يبقى المفروض يروح يتعامل مع اهلك منه لاهلك، ما يجيش يقولك انتي روحي تصدري او انتي روحي تعاملي. لا، هو كراجل المفروض هو اللي يواجه. ده رأيي انا. شوفي رأي الناس في الكومنتات هتقولك ايه. لايك وشير للفيديو واحلى تعليق على القصة من عندكم. والسلام عليكم.